ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه على راحتك. النهارده هنعمل مع بعض كيكه بالشوكولاته، طعمها حلو جدا، في نفس الوقت هنعملها ببضايه واحده بس. وكمان هنتعلم النهارده ازاي الكيك بتاعنا يطلع مرتفع وما يهبطش منا في الفرن. وكمان هنتعلم ازاي يطلع معانا هش وطعمه حلو جدا، طريقته سهله وسريعه. الكيكه دي للناس اللي بتحب الشوكولاته، طعمها حلو جدا وسريعه وتنفع في اي مناسبه. ولو جالك ضيف على غفله بنعملها بمنتهى السهوله. بنعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وكمان هنعملها بدون خلاط، هنعملها بالمضرب اليدوي. اول حاجه هنجيب البوله بتاعتي واحط فيها بضايه واحده بس، بتكون بدرجه حراره الغرفه، يعني ما تكونش لسه خارجه من التلاجة. وهنضيف عليها كيس واحد من الفانيليا. هنجيب كوبايه لبن هنا على جنب، وهنضيف عليها معلقتين من الخل على اللبن عشان يتحول كده زي الرايب او زي الزبادي. وممكن الوصفه دي نستغنى عن اللبن ونحط زبادي. كمان الخل بيمنع زفارة البيض، وكمان بيخلي الكيك بتاعنا هش. هننزل على البضاية بكوباية واحدة من السكر، وهنقلبها كويس جدا مع بعض. ممكن نحط المكونات دي مع بعض في الخلاط، او نعملها بالمضرب اليدوي زي ما انا عملتها معاكم. هنفضل نضرب البضاية وكوباية من السكر كده لحد اما السكر بتاعي يختفي والقوام بتاعي يكون لونه ابيض فاتح بالطريقة دي. وبعد كده هبدأ اني اضيف الكوباية اللبن اللي حطيت عليها معلقتين من الخل، وهنزل بيها بالطريقة دي وهقلبهم كويس جدا. اما نيجي نحط الخل على اللبن بيكون دافي معايا عشان خاطر يتكون كتل زي ما انت شايفه. فنخلي اللبن دافي ونحط عليه معلقتين من الخل ونسيبهم كده ونقلب في البضايه والسكر، وبعد كده نرجع نكبهم مع بعض في البوله. هنقلب كويس جدا، وبعد كده هننزل بنص كوبايه من الزيت. هننزل شويه بشويه لحد ما نخلص النص كوبايه من الزيت. مهم جدا في التقليب ان احنا نكون زي فوم كده زي ما انت شايفه، بحيث ده دليل على ان المكونات كلها اندمجت مع بعض. وزي ما قلت لك ممكن تسهلي على نفسك وتدخليها مع بعض كلها كده، كل المكونات نحطها في الخلاط وهتطلع زي الفل وتكون مندمجه مع بعضها. هننزل بذره بسيطه من الملح وهنكمل تقليب. بعد كده اخر حاجه في المواد السائله بضيفها نص كوبايه من الميه. الميه هنا بتخلي الكيك طري جدا، وكمان بتخليه ما ينشفش معانا. خلاص كده خلصنا المواد السائله، هنبدا نحط المواد الجافه. مقدار الدقيق كله كوبايتين ونص من الدقيق. انا في الاول حطيت كوبايتين عشان اشوف نوع الدقيق ده اذا كان بيشرب سوائل او لا. فاول حاجه بنضيف الكوبايتين، وفي الاخر النص كوبايه بنضيفها بالتدريج. هنخلط الدقيق كويس جدا عشان خاطر يدخل الكيكه هوا، وده من اسباب ان الكيكه بتاعتنا بتطلع هشه. دخلت كوبايتين من الدقيق، وبعد كده هبدا اني اضيف ربع كوبايه من الكاكاو الخام غير محلى، وممكن نضيف يعني بما يعادل 3 معالق من الكاكاو الخام، وممكن نضيف زي ما قلتلك كاكاو خام محلى، بس طبعا نراعي نسبة السكر اللي احنا حطيناها في الاول. اول ما بضيف المواد الجافة فانا ببدأ اني اقلب في اتجاه واحد، عشان ما ينفعش بقلب في اتجاه وادخل هوا للكيكه واخليها تطلع معايا هشه، وفي نفس الوقت برجع اخرج الهوا في الاتجاه التاني. فنمشي بالمضرب كده باتجاه واحد. يبقى المواد الجافة عبارة عن كوبايتين من الدقيق ضفتهم في الأول، وبعد كده ربع كوباية من الكاكاو الخام، بما يعادل معايا 3 معالق هرمية من الكاكاو الخام. هنقلب كويس جدا كده في اتجاه واحد لحد ما الدقيق بتاعي يختفي خالص، وكل الكتل انت شايفاها في البولة دي تختفي. هنا حسيت ان القوام بتاعي خفيف، فهضيف النص كوباية اللي قلتلك عليها في الأول. ممكن تضيفيها بالتدريج، يعني ربع كوبايه الاول بعد كده ربع كوبايه، وممكن تضيفيها كلها على بعضها. ده بيرجع على حسب نوعيه الدقيق بتاعك بيشرب او لا. ولكن كميه الدقيق اللي في الوصفه كانت عباره عن كوبايتين ونص من الدقيق. ضفت النص كوبايه من الدقيق ورجعت ضربت في اتجاه واحد. اول ما يديكي السمك ده المظبوط، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. لو تقل منك زودي معلقتين من اللبن او معلقتين من الميه، ولو خف منك طبعا ضيفي معلقتين من الدقيق. وهنقلب في اتجاه واحد زي ما انت شايفه كل الكتل اختفت ومعايا الدقيق مبقيش ظاهر. خلاص كده هنبدا ننزل بالخميره، والخميره بضيفها اخر حاجه عشان خاطر ما ادخلهاش هوا وتبوظ معايا.
معايا كيس من كيك شيف بيكون مضاف عليه محسن، بيكون احلى كمان من البيكنج باودر الساده. واول ما ضفت الخميره بتاعتي البيكنج باودر هبدا اني اقلب، والتقليب ما بيكونش كتير، يا دوبك بس اول ما يختفي خلاص كده هوقف ان انا اقلب، وده السمك المطلوب. مهم جدا ما نفضلش نقلب كتير اول ما نضيف الكيك شيف او البيكنج باودر. خلاص كده بشيل المضرب وبجيب الاسباتولا كده من تحت لفوق، بحيث لو كان في اي تكتلات كانتش واصله للمضرب بتاعي تبدا انها تختفي معايا في الاسباتولا. هنا حطيتها في اصغر صينيه من الصواني اللي هي المدوره، دهنتها بحاجه بسيطه من الزيت او السمنه، وبعد كده رشيتها بالدقيق. هنزل بكل الكميه، وده السمك المطلوب. لازم توصلي للسمك ده بتاع الكيكه عشان تطلع معاكي هشه وفي نفس الوقت طعمها حلو. ما تزوديش نسبه الدقيق عن كده، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا ما نقللش، بحيث ان احنا نشوف مع بعض السمك المطلوب. الخطوه دي بتاعه الخله اللي انا بعملها كده حركات دائريه، بتطلع الكيكه بتاعتي مستويه، ما تكونش منفوخه في النص وعلى الجوانب بتكون منخفضه، لا بتكون مستويه كلها. هحطها على درجه حراره 180، وبكون مسخنه الفرن قبلها يعني مده ربع ساعه كده و10 دقايق، وبعد كده بدخلها على طول. بحطها على الرف الوسطاني ودرجه حراره بتكون هاديه يعني 180. بنعمل الصوص بتاعنا، وطبعا ده اختياري. انا حبيت ازين فيه كوبايه من اللبن، نص باكو من الشوكولاته الخام، 3 معالق من الكاكاو الخام، وهنقلبهم كويس جدا على النار. ممكن كمان تضيفي سكر لو كانت نسبه الشوكولاته مش مسكره، فبنضيف سكر. لو كانت الشوكولاته فيها نسبه سكر فخلاص على كده بنمنع ان احنا نضيف السكر، وبنكتفي بالسكر الموجود في الشوكولاته. ضفت الكاكاو الخام بتاعي، وممكن نعمل الصوص ده على البارد، هيكون عباره عن لبن وسكر وزيت وكاكاو خام. ممكن نعمله كده على النار زي ما انت شايفه. نقلب كويس جدا، واول ما الشوكولاته بتاعتي ساحت والكاكاو بتاعي ببدا ان انزل بربع كوبايه من الميه، مضيفه عليها معلقتين من النشا، وقلبتهم كويس جدا مع بعض، وهبدا اني احطهم، وبعد كده هنقلبهم بالمضرب لحد ما الصوص بتاعي يديني السمك اللي انا عايزاه ويكون تقيل. الكيكه كده قعدت معايا ساعه الا ربع على النار بتكون هاديه، بختبرها كده بخله في النص، تطلع الخله نظيفه، خلاص بعرف انها كده تمام مستويه. زي ما انت شايفه حركه الخله اللي احنا بنعملها في الاول في الخليط حركه دائريه، دي بتدي ان الكيكه بتاعتي تطلع مرتفعه من جميع الاتجاهات. اخرجها من الصينيه واسيبها تبرد كده زي ما انت شايفه، هشه جدا وطعمها حلو. طريقه التزيين هنا بقى براحتك. عملت الصوص اللي انا حضرته، طبعا الصوص بيكون بارد والكيكه بتكون بارده، وهنا بشرت شويه من الشوكولاته وهبدا اني ازين بيهم. ممكن نكتفي بس بصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه، او ممكن نكتفي بالكيكه ونزينها مثلا بجوز هند المتوفر عندك. مهم جدا بنعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو كنتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي، فعلي الجرس عشان يوصلك معايا كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم في وصفه تانية جديده سهله وسريعه. سلام يا بنات.